انت ماشية عدل محدش هيقدر يقولك تلت التلاتة كام. طول ما انت ماشية مسطرة كده محدش يعرف يمسك عليكي غلطة. لكن لو انت ست لا قدر الله كده او كده فالكلام بيبقى كتير حواليكي، ويعني ما اكتر من الكلام في مجتمعنا. ولكن لا يصح في الاخر الا الصحيح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والظلم يا جماعة ظلمات، ولكن مهما طال الظلم مسيره هيجي نهار والظالم هيبان والمظلوم هياخد حقه كده كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بعزته وجلاله لا ينصر المظلوم ولو بعد حين. فطول ما انت بتتقي ربنا في جوزك وبيتك وعيالك ودنيتك لا يمكن حاجة هتضرك أبدا. ومع ذلك إرادة ربنا فوق كل شيء. لو ربنا كاتب للبني آدم حاجة حتى لو هو برضه بيتقي ربنا وماشي في الطريق المستقيم، طالما دي إرادة ربنا كاتبها على البني آدم فلازم تنفذ. عاملين ايه يا ولاد الأول؟ ايه الأخبار؟ ولا إنكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة الدنيا قايمة مش قاعدة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي على واحدة ست. بطلة الترند النهاردة معانا واحدة ست. عملت ايه الست دي عشان تطلع ترند؟ لا هي فنانة ولا هي من المشاهير، دي شخصية عادية جدا زيها زينا، وزوجة وربة منزل، ما عملتش حاجة في حياتها عشان تطلع ترند يعني. لا هي اخترعت ولا هي فنانة ولا اي حاجة خالص. الست دي كل اللي حصل لها او كل اللي طلعها ترند مشكلة مع جوزها. اتخانقت مع جوزها بسبب ظروف مادية، سابت له البيت واخدت ال3 ولاد وقالت له ان هي رايحة عند اهلها لحد ما ظروفهم ما تتظبط والمشكلة اللي ما بينهم تتحل. راحت عند اهلها المفروض بال3 عيال. زوجها بيكلم اهلها عشان يطمن عليها ويطمن على ولاده. الاهل قالوا له دي ما جاتش. الكلام ده من 22 يوم. راح على طول بلغ وقال لهم يا جماعة زوجتي مختفية هي واولادي ال3، والمفترض ان حصلت ما بيننا مشكلة، وسابت البيت واخدت ال3 ولاد وراحت عند اهلها، ولكن بكلم اهلها قالوا لي ما جاتش. فهي كده موجودة فين ومتغيبة؟ انا مش عارف. البلاغ اتحرر وفضل 22 يوم. طبعا المباحث بتدور سبب اختفاء الزوجة، سبب اختفاء الولاد، لحد ما تم العثور النهاردة على 2 من الولاد. الكبير عنده 13 سنة، البنوتة عندها 12 سنة، الصغير عنده 6 سنين. تم العثور على الولد والبنت الكبار مرميين في عمارة على السلم والاتنين حاضنين بعض. الولد كان فارق الحياة ميت، لكن البنت كانت لسه بتاخد يعني نفسها الأخير. فبيسألوها عن اسمها، دلت عن اسمها، دلت عن عنوانها، دلت عن بياناتها، واتنقلت للمستشفى وهناك فرقت الحياة. بدأت تحريات المباحث طبعا عشان يشوفوا الولد والبنت دول ماتوا ازاي وايه حكايتهم، وربطوا البلاغ دون بالبلاغ بتاع الوالد اللي هو بلغ عن اختفاء مراته وولاده. فتقرير الطب الشرعي طلع ان الولاد دول ميتين بسم في العصير، مبيد حشر يا جماعة. الكاميرات بتاعت الشارع المكان دون في فيصل الهرم الليبيني، فكاميرات الشارع جابت ان في توك توك في راجلين نزلوا الولاد وهم شايلينهم ورموهم في مدخل العمارة. دوروا على الاشخاص دي وجابوهم، طلعوا ان هم عاملين في محل لبيع الادوات البيطرية. بسؤال العاملين قالوا ان احنا شغالين عند صاحب المحل، وصاحب المحل قال لنا ان الولاد دي تعبانة وروحوا حطوهم في مدخل العمارة دي وده عمل خير انتوا بتقوموا بيه. بالفعل جابوا صاحب المحل بتاع الادوات البيطرية، وهنا بقى كانت المصيبة والمفاجأة لنا كلنا. قال لهم انا اللي قتلهم، وما قتلتش دول بس، قتلت 3 عيال، يعني هما الاتنين دول واخوهم التالت كمان. طب التالت قتلته فين وموجود فين؟ قال لهم رميته في الترعة. طب ايه سبب ان انت تقتل الولاد دي او ايه اللي حصل؟ حكى بقى الموضوع من الاول. وهنا
نقطة ومن أول السطر، لأن بداية الحكاية من أول اعترافات المتهم ده اللي اتسمى على جميع مواقع التواصل الاجتماعي للأسف العشيق. ليه العشيق؟ لأن باعترافاته قال إن أم الولاد دي على علاقة بيه هو، على علاقة غير مشروعة بيه، وإنها اتخانقت مع جوزها وسابت له البيت وقالت إن هي هتيجي تهرب وتعيش معايا. جابت ولادها وأنا استأجرت لهم شقة وقعدتهم فيها وقعدت معاها كذا يوم، ولكن اكتشفت إنها سيئة السمعة وإنها على علاقات برجالة تانية، فقررت إن أنا أتخلص منها. هنا كانت المفاجأة، جاب مبيد حشري وحطه لها في العصير وشربته. أول ما بدأت تتعب أخدها على المستشفى، وهناك ادالهم بيانات وهمية إن هو زوجها وسابها وهرب، وهي اتوفت في المستشفى. ورجع عشان خاطر يخلص على ال3 ولاد، حط للولد والبنت الكبار برضو نفس المبيد الحشري في العصير وشربوه، لكن الولد الثالث اللي هو الصغير رفض تماما يشرب العصير. فبعد ما الولاد شربوا العصير وتعبوا كلم العمال اللي عنده، أخدوهم رموهم في مدخل العمارة، وأخد الولد الثالث رماه في الترعة، وقال أنا كده اتخلصت من الأم ومن ال3 عيال، لأن أنا اكتشفت إن هي على علاقات تانية برجالة تانية غيري، فقررت إن أنا أتخلص منها وأتخلص كمان من ولادها. هنا بقى كلنا تنحنا، يعني مع اعترافات المتهم دي كلنا تنحنا. ايه ده؟ طب ولنفرض ان القصة او الرواية اللي انت حكيتها دي رواية حقيقية، الولاد ذنبهم ايه؟ الولاد ال3 دول ذنبهم ايه؟ نيجي نتفاجئ لما نتفاجئ بأقوال مين يا جماعة؟ أقوال حماها اللي هو يعني أبو جوزها. انتوا متخيلين؟ ده مش أبوها، المفترض ان هو يكون بقى واقف ضدها. لما بيسألوه قال لهم الست دي منقبة، الست دي كانت بتصلي الوقت بوقته، الست دي مدخلة ولادها مدارس أزهري وبتحفظهم القرآن وبتراجع معاهم جزء بجزء، الست دي ما بتفوتش فرض، الست دي على طول في الجامع، واسألوا الناس عنها بلسم، دي نزلت تشتغل عشان تساعد ابني في المعيشة. ما صدقش لا يمكن ان كان مشيها وحش او ان هي سيئة السمعة او ان هي تعمل حاجة غلط. حقها عند ربنا، وحق ال3 ولاد دول عند ربنا. حتى المذيع بيسأله بيقول له طب ايه اللي حصل ما بينها وما بين زوجها؟ قال لهم خلافات عادية جدا، سابت البيت وقالت ان هي رايحة عند اهلها واتفاجئنا باللي حصل، لكن انا ما صدقش فيها كلمة، دي مراقبة ما كانش بيبان منها غير عينيها، حافظة لكتاب الله، محفظة ولادها، بنتها محجبة، مش ممكن تكون عملت حاجة غلط. مع اعترافات حماها هنا بقى نبتدي نفكر، لان المفترض ان الست دي لو وحشة فعلا كان حماها ما قالش الكلام ده كان قال كلام تاني خالص، وكان شتم فيها وكان قال كلام تاني خالص. لكن ثباته ان الست دي كويسة وانها متدينة وانها حافظة لكتاب الله وانها لا يمكن تكون عملت حاجة غلط طول عشرتها مع ابنه، فمعنى كده ان الست دي فعلا مظلومة، ان الست دي لا اقامت علاقة مع حد ولا عملت حاجة. طب هنا يجي السؤال، الست دي لما اتخانقت مع جوزها قالت له ان هي هتاخد الولاد ورايحة لأهلها، بس هي ما راحتش لأهلها. دي علامة استفهام كبيرة، ودي النقطة اللي انا شخصيا مش فاهماها. يعني اتخانقتي معاه والمفروض رايحة عند اهلك، ما رحتيش عند اهلك، ايه علاقتك بالشخص ده؟ انا ما اعرفش، ولكن التحريات اكيد هتبين الموضوع. طب انت يا رباب مقتنعة ان هي تكون سيئة السمعة او على علاقة مش كويسة بالراجل ده؟ اقول لكم لا برضو، لان الست اللي ناوية تهرب مع عشقها وقرفت من جوزها وست اساسا يعني سلوكها وحش والكلام ده كله، مش هتاخد ولادها معاها تتبارك بيهم، اكيد لا، كانت سابت ولادها لجوزها ومشيت بمنتهى البساطة كده. لكن كون ان هي اخدت الولاد معاها ده معناه ان هي ما هياش رايحة تهرب، ولا ان هي على علاقة بواحد ولا الكلام ده. الست اللي بتفكر التفكير دون
مش هتاخد عيالها معاها، مش هتفكر في عاطفة الأمومة، هي بتفكر في نفسها بس. فإن هي أخدت ولادها معاها ده دليل على إن الست دي محترمة، على إن الست دي ما هياش على علاقة بأي حد خالص، بدليل عشرتها فوق ال 13 سنة مع جوزها، لا خانته ولا كان بيشك في سلوكها ولا أي حاجة خالص. فيبقى إزاي رايحة تهرب مع عشقها؟ الموضوع برضو مش داخل دماغي. طب ممكن يكون إيه اللي بيربطها بالشخص ده؟ ممكن يكون وعدها بشغل، ممكن يكون وعدها بفلوس إنه يساعدها ماديا، حاجة من هذا القبيل. لكن علاقة مش كويسة دي أنا شخصيا مش مقتنعة بيها، لكلام كمان والد الزوج. طيب في حاجة كمان الناس عمالة يعني يتداولوها عن الواقعة دي، لأن البنت لما لقوها مع أخوها مرمية على السلم لقوا إن البنطلون بتاعها مقلوع ومتغطية يا دوبك بقماشة كده من تحت. الناس فسرت الكلام ده بإيه؟ فسرت الكلام ده إن اللي هو اتسمى عشيق أو الراجل ده حاول يعمل علاقة محرمة مع البنت، فالبنت رفضت فاتخلص منها هي كمان. ولكن تقرير الطب الشرعي اللي طلع ما اثبتش ان في اي اعتداء على البنت. لكن قلع البنطلون ده ليه؟ الله اعلم برضه، يمكن حاول وما عرفش معاها، ما رضيتش، الله اعلم. ولكن تقرير الطب الشرعي طلع ان البنت ما حصلش عليها اي نوع من انواع الاعتداء. ولكن قلوع البنطلون ده ليه تفسير تاني برضه، وهو المحاولة. ده يثبت ان الراجل ده ما كانش على علاقة غير شرعية بأمهم، وإلا ما كانش حاول للبنت كمان. ده رأيي برضو الشخصي. رأيي الشخصي ان هو حاول مع الأم وحاول مع البنت، لا عرف ياخد حق ولا باطل مع الأم ولا عرف ياخد حق ولا باطل مع البنت، فقرر ان هو يتخلص منهم. ده تحليلي انا المنطقي للحادثة دي. لكن ان هي سيئة السمعة او على علاقة مش كويسة مع الراجل ده انا ما اعتقدش. وبعدين هو خلص من الولاد ليه؟ الولاد ايه ذنبهم في الليلة؟ يعني لو هي مثلا خاينة زي ما هو ما بيقول، مع ان هي مش على ذمته، ده المفترض ان هي عشقته، يعني استغفر الله العظيم، مع ان الكلام ده منفي على لسان والد الزوج. ولكن لو زي ما هو ما بيقول على علاقة بيها، هيخلص منها، هيخلص من الولاد. يعني مش منطق برضو، مش عقل. وهي مش على ذمته في الاول وفي الاخر، ممكن يسيبها والموضوع خلص. لكن كون ان هو يخلص منها ده معناه ان هو كان عايز منها فعلا علاقة محرمة وهي رفضت. ده تحليلي انا الشخصي للموضوع. معرفش انتوا هيكون تحليلكم ايه، لسه القضية شغالة والتحقيقات شغالة واكيد هتبين كل حاجة. ولكن تقرير الطب الشرعي المبدئي طلع فعلا بان هو حالة تسمم، هي وولادها الثلاثة ربنا يرحمهم ويغفر لهم، سمموا من العصير اللي شربوه. ولكن الاعتداء على البنت غير مثبت في التقرير الطب الشرعي. فاحنا منتظرين الايام اللي جايه التحقيقات تبين لنا الواقعه بالظبط ايه ملابساتها. ولكن على لسان والد الزوج انه بيدعي لها بالرحمه، وبيدعي كمان لاحفاده، وبيتمنى ان هو ياخد حقهم. وعن ابنه قال ابنه مش في الدنيا. طبعا الصدمة اللي أخدها بوفاة مراته وولاده صدمة كبيرة، ويا ريتها وقفت عند الصدمة دي بس، لا ده كمان تشويه سمعة وتلويث سمعة لمراته يعني بعد وفاتها، يعني كمان فضيحة. انتوا متخيلين؟ فالراجل طبعا في دنيا غير الدنيا، مش مستوعب اللي حاصل، مش مستوعب ان مراته وولاده الثلاثة اللي حافظين لكتاب الله وفي الأزهر دراستهم أزهرية يتوفوا كده في ثانية. الراجل مش مستوعب الصدمة، ويعني والده بيقول هو مش معانا في الدنيا، ربنا يكون في عونه. طبعا صدمة كبيرة يا جماعة، وربنا يعينه على اللي هو فيه، وربنا يعينه طبعا على كلام الناس اللي هيتقال. ولكن هو اكتر واحد كان عارف مراته، واكيد لو كانت لا قدر الله سيئة السمعة او انسانة مش كويسة ما كانش انجب منها 3 عيال وكمل حياته معاها، وهي اللي اتخانقت معاه وسابت له البيت. يعني مش هو اللي مشاها ولا هو اللي طلقها ولا هو عمل حاجة، ده كانت خناقة عادية جدا. واضح ان هي خناقة مادية، لان باعترافات والد الزوج ان هي نزلت تشتغل عشان تساعد ابنه. فهل ست بالاخلاق والمبادئ دي
هتكون بتعمل حاجة وحشة؟ هتنزل تساعد جوزها في المعيشة؟ أكيد لأ، كانت هتستسهل الطريق الحرام. فربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويجيب حقها هي وولادها الثلاثة ملايكة في الجنة، وربنا يصبر الأب أو الزوج، وإن شاء الله حقهم يرجع بإذن الله. ودينا منتظرين التحيات. اكتبوا رأيكم يا جماعة في الموضوع ده، هل موافقين الرأي في تحليلاتي عن القضية دي ولا ليكم رأي تاني؟ متنسوش اللايكات لأرمط. أشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.